يعني تعالوا نشوف أسرع الطرق لحل الأسئلة دي. أنا اللي توقفت عنده الحقيقة اللي باحب أقف عنده أوي وأركّز عليه، السؤال اللي بيحل نفسه من مجرد الkeyword خلاص، عامل زي سؤال الreading، شبه أسئلة الreading. نقفل المايك يا جماعة، نقفل المايك، أوكي؟ الحقيقة question 31 وquestion 39 كمان من النوع ده، بصوا من نوع السؤال اللي بيحل نفسه من الدايركشن اللي بتبقى موجوده في السؤال نفسه. تمام؟ بمعنى انه في 31 هو بيقول لك هنا ايه؟ which choice indicates the audience's تمام reaction to Mozart's musical talents. يبقى انا عايزه الاجابه اللي بتتكلم على رد فعل الاودينس. ماشي؟ فانت عندك هنا اجابه بتقول لك انه موزار presented هو اللي قدم. موزار aimed يعني هدفه يسلي entertain. الإجابة الثالثة بتقول لك ظهر appear، والإجابة الرابعة بتقول لك dazzled أبهرهم. إيه الإجابة اللي بتبين الإيفكت على الأودينس؟ أنهي إجابة مبينة الرياكشن بتاع الأودينس؟ أنهي إجابة بتدل على حاجة الأودينس عملها dazzled؟ يعني الفكرة من السؤال ده إيه؟ إنه أنا مش محتاجة أقرأ كتير، أنا مش محتاجة أقرأ sentence بحالها عشان أحل. أنا محتاجة أركز على اللي السؤال طالبه. السؤال طالب حاجة الأودينس بانت عليه إيه؟ الأودينس بيبان عليه إيه؟ بيبان عليه إن هو dazzled، انبهر بموهبة موزارت. طب تعالوا نشوف برضو نفس الفكرة في question 39 برضو، إن هو بيقول لك which one most suggests that the ideas about الأفكار about the prevalence معناها انتشار حاجة، إن حاجة موجودة كتير، انتشار الابسولوت بيتش، وإن الايدياز دي are changing. واخدين بالكم؟ أنا بدور على الإجابة في 39 اللي بتدل على إن في أفكار بتتغير. هل previously mentioned بتدل على إن في فكرة بتتغير؟ ولا referred to something referred وحاجة بتكلم عليها؟ ولا once accepted حاجة كانت once upon a time زمان كانت accepted، وده طبعا معناه إنه دلوقتي أول ما بلاقي كلمة once يا جماعة معناها إنه now it's not. once معناها إنه حاجة اتغيرت، حاجة كانت accepted زمان لكن دلوقتي خلاص. فشويس سي من غير قرايه، من غير ما اتعمق في يعني انا بوريكم ان في انواع اسئله ممكن نحلها واحنا مزنوقين لو الوقت داهمنا. ده اللي انا بتكلم فيه. ما بقولش طبعا انه لا ما ينفعش تحل السؤال ده الا بالطريقه دي، لا انا بديلك تولز، انا بديلك اوبشن انك انت لو مزنوق يا عم في السؤال ده حله بالطريقه دي. طلع الكي وورد اللي موجودة في السؤال نفسه وبعدين روح دور على الإجابة المناسبة للكيورد دي. فالكيورد هنا كانت إنه الإجابة بتدل على إن الأفكار بتتغير ideas are changing، يبقى once accepted على طول، يعني حاجة كانت مقبولة زمان لكن دلوقتي لا، هو ده اللي بيبين إن في change. تمام؟ هي دي الفكرة من النوع ده من الأسئلة، بسيط جدا، هو يبان إن هو معقد لكن هو في الحقيقة بسيط وممكن يتحل بسرعة جدا. تمام؟